بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. هذا البرنامج الذي يتحدث عن أصول وسير العائلات البحرينية في البحرين والخليج العربي منذ القدم، وطرح كل ما يتعلق بهذه العوائل وتاريخ نشأتها في البحرين امتدادا إلى الأقارب وغيرهم في دول الخليج العربي، مع ذكر أهم الشخصيات في هذه العائلة المعروفة. كما يتم من خلال برنامجنا استضافة واحد من كبار العائلة يتحدث عن تاريخ ووجود عائلتهم في البحرين وخارجها، وعن أهم الشخصيات المنتسبة لهذه العائلة ومكانتها في المجتمع البحريني الحديث. مستمعينا الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن عائلة الجودر. عائلة الجودر من العائلات العربية البحرينية المعروفة، وهي تنتمي إلى قبيلة الجبور القحنية، وقد استوطنت عائلة الجودر مكة المكرمة، ولهم حي معروف باسمهم في مكة. كذلك هناك سوق يطلق عليه سوق الجودرية، وقد مكثوا هناك مدة ليست بقصيرة، حيث مروا في طريقهم إلى نجد ووسط الجزيرة العربية واستوطنوها، ولهم هناك آثار فيها، إذ بقيت منازلهم وأطلالهم إلى وقت غير بعيد. وعندما قدموا إلى البحرين سكنوا قرية الدور، ثم سكنوا في المحرق، وقد كانت في ذلك الوقت تعم بالحركة والنشاط، ويسكنها الكثير من العائلات البحرينية المعروفة، حيث قرر شيخ الجودر الشيخ محمد بن صالح أن يسكن قرية قلالي هو ورفيق دربه الشيخ سالم بن درويش شيخ المنانعة. وتم تقسيم قرية قلالي إلى قسمين: الجزء الغربي منه ويسكن فيه محمد بن صالح وأفراد أسرته، والجزء الشرقي ويسكنه سالم بن درويش، وفي كلا الجزئين كانت منازلهم متلاصقة. كما أن مجموعة من عائلة الجودر فضلت السكن في المحرق، التي أنشأها في ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة سنة 1810 للميلاد. وقد ساهمت عائلة الجودر في ذلك الوقت في تطور النهضة العلمية والمعروفة، كما ساهموا في التجارة والغوص والأسفار، وخرج منهم علماء دين بارزون ساهموا في نشر العلم وتعليم الناس. ومن أبنائهم خرج الأساتذة والمدراء والوزراء والقضاة والمسؤولون، حيث أن أول قاض بعد الشيخ قاسم المهزة هو الشيخ عبد اللطيف بن علي الجودر. كذلك كان الشيخ جمعة بن علي الجودر مدرسا في مدرسة الهداية للبنين عام 1929. كما ساهمت عائلة الجودر في نشر العلم في الكويت، وكان للشيخ جمعة بن علي الجودر دور هام في هذا الشأن. كما أن عائلة الجودر قد أحبوا البحر والغوص، وخرج منهم النواخذ والطواويش، كما أن لهم في الوقت الحاضر إسهامات كثيرة وكبيرة في الدين والتعليم، وخرج منهم العديد من شيوخ الدين والمدراء والخطباء والأساتذة. مهما دارت الأيام ولا توالت الأعوام، انتي ما زلتي يا الحبيب ما هنتي، انتي ما زلتي يا الحبيب ما هنتي. اهلك وما اشواقي مثلهم لا ما لاقي، اهلك وما اشواقي مثلهم لا ما لاقي. يم الخير قرفتي